الحلقة الجاية مش مجرد أحداث، دي نقطة تحول حقيقية في مسلسل علي كلاي. منصور بعد ما سمع تهديد مختار السنة دي لأول مرة نحس إنه مش ماسك اللعبة زي الأول. الخوف دخل قلبه، بس بدل ما يهرب يقرر يضحي ويدخل النهاية بنفسه بخطوات ثابتة، لكن من جوه مهزوز وبيقف قدام الكل وبيقول أنا صاحب الفلوس وأنا صاحب العربيات، أنا المسؤول عن كل حاجة حصلت، وعلي كلاي ملوش أي دعوة، ده مجرد عيل لقيته في الشارع وربيته. الكلمة دي مش بس بتنقذ مختار السنة دي، ده بتهين علي كلاي قدام نفسه قبل ما تكون قدام الناس. النيابة بتؤمر بإفراج مختار فورا، ومختار بيخرج وهو مبتسم ابتسامة الانتصار، لكن الاتفاق الحقيقي بيبدأ بعد خروجه. منصور ومختار بيقفلوا الباب عليهم وبيتفقوا ان علي كلاي بيختفي من السوق والوكالة تبقى في ايد ماهر والكل يبقى تحت طوعه. علي كلاي بيتحاصر بهدوء من غير ما يحس ان الارض بتتشال من تحته حته حته، وفي خط تاني مليان خيانه همات بتقرر تخاطر وتسرق الذهب وتسلمه لجلال وهي فاكره ان هو بيحبها، لكن جلال لا لعيب وبياخد الذهب وبيرميه في حجر فاتن. مش بس بيخون همت، ده بيورطها كمان، ولما همت تكتشف الحقيقه بتنكسر لاول مره، ساعتها ممكن تتحول لعداوه شرسه. اما صفوان بقى يوصل لمكان روح في دار الايتام وبيدخل عليها بنمر التهديد، ترجعي معايا وهتتجوزي المعلم عظيمه غصب عنك، انا ماضي ليه على ايصالات امانه ب 250,000 جنيه. روح بتقف قدامه من غير خوف، انا ماليش دعوه، خليه يحبسك. وهنا يدخل على كلاي في اللحظة الفاصلة. الخناقة مش مجرد ضرب، دي مواجهة رجالة، وصفوان بيحاول يستفزه وبيقول له انت فاكر ان روح ملهاش ظهر، لكن علي بيثبت العكس وبيضربه وبيكسب هو الجولة. معلم عظيمة لما بيعرف فشل صفوان بيبلغ عن وصلات الأمانة وبيسجنه. والمفاجأة الأكبر بقى إن علي كلاي هو اللي بيروح يخرجه عشان خاطر روح، طبعا هي اللي طلبت منه. على الناحية التانية ميادة بتغلي من جوه وتروح لأمها فاتن وبتحكي لها عن روح والغيرة بتحرقها، وفاتن بتقرر تلعب لعبتها القديمة وبتوديها لشيخ عشان يكره علي في روح وكمان يحل مشكلة الخلفة. لكن الشيخ طبعا بيكون نصاب وبيضحك عليهم، وفي الوقت ده علي وروح بيقربوا من بعض اكتر، وميادة بتطلب الطلاق للمرة التالتة، لكن المرة دي مش ضعف، دي بداية انتقام. بتنزل السوق وبتمسك أملاكها بإيديها وبتقرر تتحالف مع مختار السنة دي ضد علي كلاي، والسوق كله يبقى ضده إلا شخص واحد طبعا، اللي هو مين؟ أيوه كده صح، عزازي بيظهر فجأة كسند يقف جنب علي وش مختار السنة دي وبيساعده يثبت نفسه في السوق. لكن عزاز مش ملاك طبعا، عزاز عنده طار قديم عند منصور وعيلته، وهو شايف ان علي هو الاداء المثالي للانتقام. ومفاجأة القنبلة بقى، عزاز عرف السر، عرف ان ابراهيم كان بيكذب عليه، وعرف ان علي هو ابن فيروز. لو السر ده خرج مش بس السوق هيولع، ده منصور كمان ممكن يقع الوقعة اللي ما فيهاش رجوع، ونسب علي هيتحول من نقطة ضعف لسلاح. الحلقة الجاية شكلها بداية حرب شاملة، حرب فلوس لنسب لغيره وحرب كرامة كمان. والسؤال الحقيقي هنا، لما علي يعرف الحقيقة كاملة يختار ينتقم ولا يهدم على كل اللي حواليه ويبني نفسه من جديد؟ أنا شايف إن في حد تقيل جدا هيقع الوقعة قريب، وإن اللي جاي أقسى بكتير من اللي فات. ويا ريت متنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. سلام.